تشهد سواحل لبنان في الآونة الأخيرة ظهوراً غير مسبوق لأسماك القرش، وهو أمر يثير الجدل ويشكل تحدياً بيئياً وللقطاع السياحي. تعتبر هذه الظاهرة مؤشراً على استعداد التنوع البيولوجي في المنطقة، حيث تحتضن المياه اللبنانية تركيبة بيئية متنوعة ومغذية تجذب هذه الكائنات البحرية الكبرى. ومع ذلك يثير ظهور أسماك القرش بعض المخاوف والتحديات، فهذه الكائنات تعتبر منتجعاً للغذاء والترفيه للسواح وهواة رياضة الغوص، ولكنها قد تشكل خطراً على سلامة الناس وتؤثر على حركة السياحة البحرية في المنطقة. ويتطلب ظهور أسماك القرش اتخاذ إجراءات احترازية وتعزيز الوعي البيئي للحفاظ على التوازن بين استدامة البيئة البحرية واحتياجات السياحة البحرية.